السلام الكبيدات كدايرين لاباس عليكم هانيين مزيانين على خير كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما في احسن الاحوال. بغيت نشارك معكم الكبيدات التسلو ديالي اللي كيجي رائع وكيجي فن الكبيدات كيجي ناشف كيجي معلك الكبيدات. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. المهم الكبيدات هنايا الجنجلان اكيد من بعد ما غسلته ونشف ونقيته. وهنايا البنات عوض ما غادي نحمرو هكايا في المقيله قلت شعل الفران غادي نحمرو هكا بالزربه في الفران يبان ليا هكا كيطرطق وغادي نحيدو. وداك الكاوكاو البنات درتو هكايا كيسخن الفوق كيف ما شفتوا. انا غنشارك معكم المقادير وغنشارك معكم ان شاء الله كل شيء. بقاو معايا الكبيدات حتى لاخر الفيديو، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتشجعني. اما كنتيش زعما اختي ديري الصفوف غديريه ان شاء الله هذا العام. المهم الكبيدات بالنسبه هادو دوك الزرارع الرقاق النافع وحبه حلاوه والا انا البنات درتهم هكايا في هكا حتى هما غادي ندخلهم نصهدهم هكا في الفران. بالنسبه للبنات درت هكا فوق صالامونجي واحد المنيديل اللي هو نقي وهكا فين ما كنحمر هكا الجنجلان كنلوحو هنايا الفوق فوق من هذا المنيديل باش كيف ما كتشوفوا باش غادي يبرد وداكشي باش غادي نطحنهم الكبيدات. المهم ها نتوما البنات هاد الزرارع راه كنسخنهم في ساعه. المهم هنا وريتكم البنات بالنسبه للجنجلان خليت زلافه غنطحن كل شيء الكبيدات. بالنسبه لهاد النوافع حتى هما درتهم هكايا كيبردوا باش غادي نخرجهم معايا الكبيدات عند العطار غنطحن كل شيء عند العطار. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه للجنجلان عندي 2 كيلو. بالنسبه لهاد النوافع حبه حلاوه والا حبة حلاوة والنافع وإلان عندي رابعة المهم 150 ريال الكبيدات فايتة شوية رابعة. صافي الكبيدات هنايا من بعد ما ديت معايا داك الجنجلان وداك النويفعات ديتهم هكايا عند العطار طحنتهم وداكشي. انا كيف ما كتشوفوا البنات عندي الدقيق 3 كيلو 3 كيلو الكبيدات. بالنسبة للجنجلان الكبيدات عندي 2 كيلو. ديتها هكايا طحنتها عند العطار خليت غير زلافة كيف ما شفتوا. هنايا البنات كيلو ديال كاوكاو داك الرقيق البلدي اللي حمرته هكا في الفران كيف ما شفتوا. هشيتو هكا في الهشوار. هنايا ضفت الكبيدات درت كلشي في البانيو. هاد البانيو الكبيدات المهم نرجع معاكم. بالنسبه لهذا كاوكاو الغليظ البنات كاوكاو الغليظ شديتو قليتو وطحنته مزيان علقته وزدت معاها البنات واحد ربعة ديال اللوز حتى هي علقتها. هنا غنحك الكوزه كيف ما وريتكم في هذيك الطويصه ديال الهشوار او داك البانيو ديال الهشوار. حتى المسكه الحره كنت طحنتها وضفتها على داك اللوز وعلى داك الكاوكاو. بالنسبه للمقادير عندي 2 كيلو ديال الجنجلان 2 كيلو ديال الكاوكاو كاوكاو كيلو ديال داك الرقيق وكيلو ديال داك الكاوكاو الغليظ الكبيدات. انا كنحك الكوزه كيف ما شفتوا معايا كنحاول انني كنحكها مزيان الكبيدات حتى هي كتعطي واحد حتى هي عندها المفعول هكا. بالنسبه للمسكه الحره البنات ديك كامله درتها. صافي البنات هنايا بالنسبه لدوك النوافع اللي طحنت النافع حبه حلاوه وايلان غنحاول انني نغربلهم في هاد الغريبيل الرقيقه البنات. بالنسبه للبانيو هاد البانيو الكبيدات كنستعملو انايا غير هكا يا اما للطعام يا اما للسفه الا كانوا عندي الناس هكا وهكا التخليطه ديال السلوى الكبيدات. يعني هاد البانيو راه عندي نقي كنخليه غير للماكله. صافي الكبيدات كنحاول انني كندوز داك النوافع الرقاق كنحاول ندوزهم هكا في هاد الغريبيل الرقيقه البنات حيت هاد النوافع ما خصهمش يدوزوا ليكم حيت كيعطيو المروره في الصفوف. غنشارك معكم هاد الصفوف اللي كيجي الصراحه غزال البنات ما نقولش لكم المذاق كيفاش كيجي وكيجي معلك. بالنسبه لهنايا البنات ضفت 3 المعالق ديال هذا 3 المعالق ديال القرفه الكبيدات كيف ما شفتوا. بالنسبه لدوك النوافع راه كيجيو تقريبا 4 المعالق 4 المعالق من كل حاجه. بالنسبه لزريعه الكتان انا ما كنديرهاش البنات راكم عارفين زريعه الكتان كدوز 3 ايام كتولي مسمومه. ما كنديرهاش انا في السلو ديالي وداكشي. صافي كيف ما شفتوا معايا الكبيدات. بالنسبه للوز درت نص كيلو رابعه طحنتها مع داك الكاوكاو اللي شفتو قبيله ورويبعه خليتها باش غادي نلوحها هكاك صاينه.
صافي البنات، وغندير معاكم واحد المكون اللي كيعطيه واحد البنه، ما نقولش لكم البنات كيعطي للسلو واحد البنه رائعه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ايوا فين وصلتوا الكبيدات نتوما بالتحضيرات ديالكم ديال رمضان، التحضيرات ديال السلو فين وصلتوا؟ بالنسبه للبنات هنايا غندير رابعه ديال السكر كلاصي. اللي ما بغاتش دير البنات سكر كلاصي، ممكن انك ديروا داك هذا التمر المكرمه الكبيدات. المهم هذا هو المكون البنات اللي كيعطي واحد اللذه لهاد السلو. بالنسبه اللي ما بغاتش دير سكر كلاصي في السلو، كتشدوا داك التمر القاصح البنات، كتحاولوا انكم كتحمروه في الفران، كطحنوه كتغربلوه صافي، وكتزيدوه هو اللي كتحليو بها الكبيدات. صافي كنحاول الكبيدات هادشي كيتعلك مزيان، خاصني نبسبس هادشي مزيان ونعلاك البنات. المهم هنايا راه غنشاركو معكم، هنايا غنخلط كلشي في الكوزينه. ولكن البنات راه غادي نمشي للمرح، ما نكذبش عليكم البنات، غنحط هادشي فوق الطبله وغنعلك مزيان، حيت هاد السلو كيبغي العليك وكيبغي تبوني العجينه بحال الخبزه البنات. هادشي كيبغي يتعلك مزيان باش دوك المقادير كيدخلوا هكا في بعضياتهم. بالنسبه للبنات هنايا الكوكوط، سخنت فيها الزيت، طيبت الزيت فيها، رشيت فيها مليحه. راه غتشوفوني ما درتش الملحه هنايا، درت الملحه في الزيت. بالنسبه لهاد الزيت البنات روميه، طيبتها من قبل حتى بردات. المهم انا غادي نقول لكم هاد القوام هذا شحال دخل لي ديال الزيت. انتي كتحكمي في السلو ديالك، بغيتيه كيجي معلك يعني ميدم، يكون هكا ينفزك يعني ميدم، كتبغيتيه ناشف، انتي كتحكمي في القوام ديال السلو ديالك. ولكن يا البنات شوفوا ما تزربوش في الزيت، واحد النصيحه اللي كنقولها للمبتدئات، ما تزربيش في الزيت. كتحاولي انك واخا كيبان لك ناشف كتعلكي تعلكي تعلكي مزيان. بالنسبه للبنات، بالنسبه للدقيق الفورص، انا هذا اللي درت دابا الدقيق الفورص 3 كيلو، شديتها حمرتها، وكل كيلو كتنقص فيها ربعة، كل كيلو كتنقص فيها ربعة، اي عندي 3 كيلو، يعني بحال عندي البنات 2 كيلو وربع، بحال غير 2 كيلو وربع، حيت 3 كيلو حمرتها وكل كيلو كتنقص منها البنات ربعة. صافي كيف ما شفتوا معايا هنايا ضفت هنايا ديك الطويصه ديال العسل الكبيدات. البنات بالنسبه اللي بغات دير كميه كثيره ديال السلو اللي غيدير لك واحد المده، ما ديروش العسل البنات كيكرم السلو وكينشفها. المهم كنتي السلو بغيتي ديريه غير رمضان، يعني غير هاد المده ديال دابا ورمضان، ديري العسل. كنتي غيدوز لك واحد المده طويله، تفادي العسل. المهم هاد النصائح الكبيدات كنحاول انني كنعطيهم للمبتدئات. المهم كيف ما شفتوني البنات كنحاول انني نعلك ونقول ما علكت. كيف ما شفتوا راه كيبغي الخاطر البنات. النهار ديال السلو يعني نهار ديال التخليطه ديال السلو خاصها تكون بوحدها. نهار كتكوني حمرتي الطحين، قليتي اللي غتقلي، كتكوني حمرتي اللي غتحمري وطحنتي اللي غطحني، باش نهار اللي كتجي كتخصي واحد النهار هكا التخليطه الكبيدات، حيت كياخذ لكم الوقت وكيبغي الجهد. صافي هنايا الكبيدات غنحاول انني غادي نجيب الحكاكه وغنطحن، وسمحوا لي غادي نحك هاد الماروخه هادي. المهم هاد الطريف ديال الماروخه كامل منقوسه منه 3. المهم اختي دقت انا وحيده وعطيت لبناتي وحيده وحيده. يا اختي ما فاكينش. صافي الكبيدات كنحاول انني كنحك هاد الماروخه كامله، راه كتعطي واحد البنه الكبيدات للسلو. صدقوني جربوها الكبيدات، جربوا ماروخه في السلو، كتعطي واحد البنه رائعه الكبيدات. صافي انتي كتحكمي اختي في الحلاوه. بالنسبه قلت لكم هاد الكميه كامله هزات ليا غير 4 ديال السكر كلاصي، وغادي نسالي الكبيدات وغادي نحاول انني نذوق ونشوف واش غنزيد ولا لا. المهم اختي انت كتحكمي في القياس اللي بغيتي، ممكن ديري كيلو، ممكن ديري غير نص كيلو، ممكن ديري كيلو ونص، 2 كيلو، 3 كيلو، شوفي انتي على حسب العدد ديال الاسره ديالك وعلى حسب الجيب ديالك وعلى حسب ميزانيتك. المهم اللي بغيت نخلي لها هكايا في صندوق الوصف القياس ديال كل حاجه، مرحبا قولوها لي غير في التعاليق ونخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف.
ايوا قولوا لي الكبيدات فين وصلتوا في التحضيرات ديال رمضان، قربتوا مازال؟ المهم الكبيدات كنحاول انا داكشي على قد الجيب وداكشي على قد الجهد وعلى قد الميزانيه. دابا ان شاء الله نبارطاجي معكم شحال من حاجه، ولكن الكبيدات ماشي بافراط وماشي بتفريط، يعني داكشي على قد الجهد وعلى قد الجيبه. الكبيدات البنات ما تغروش بالفيديوهات في اليوتيوب، وما تغروش بالناس اللي عندهم واحد الميزانيه اللي هي كبيره، وما تغروش حتى بالناس اللي خدمتهم هذيك. راه مثلا لو كان انا كانت قناتي طالعه وكندخل منها الفلوس وزيد وزيد وزيد، راه ممكن ندير معكم تحضيرات كتار من هذا الشيء. راه كل وحده كتمشي على حسب ميزانيتها. ما تغريش اختي، سيري على قدك، لبسي قدك يواتيك. مهم سيري على ميزانيتك، حاولي وليداتك ديري لهم من كل حاجه شوي شوي، ما تخليهمش بلاش. المهم ركبيتات كيف ما شفتوا داك بقات لي زلافه البنات طحنتها، وزلافه خليتها هكا صاينه ديال اللوز الكبيدات. بالنسبه للوز وكاوكاو كنطحنوهم الكبيدات، سمحوا لي كنقليوهم في هكا في الزيت بارده. المهم بالنسبه للمبتدئات، وبالنسبه فاش كنبغيو نقليوهم البنات في الزيت، اكيد ديك الزيت كنديروا لها رشيشه الملح باش ما كيجيوش مسوسين وكيجيو بنان. المهم الكبيدات السر او المكون الاخير، هذا البنات كيلو ديال الزرع الكبيدات اللي شريته من طاحونه محمر مقاد مصاوب، شريته ب20 درهم. ممكن كاين ديال ديك بنق، الناس اللي كيعرفوا هكا ديك الروينه كنقولوا لها الروينه او بنق، كتباع الكبيدات في هكا في طاحونه. وحتى هذا البنات الطحين ديال الزرع، الطحين ديال الزرع مغربل مقاد محمر كيتباع، شريته البنات ب20 درهم. جبتو خلطتو وغنضيف الكبيدات الزيت البلديه هذاك القياس اللي شفتو معايا، وغادي نشوف الحلاوه. غادي نذوق الكبيدات معاكم وغنشوف الحلاوه وغنرد عليكم واش هي هذيك ولا لا. الا كانت خاصني راه غادي نزيد. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا هزيت اختي بانيويا، هزيت اختي شطيطي، ومشيت اختي للمرح وكلاس باش الطبيله غتعاوني على العليك. كنقول الكبيدات علكت وما علكت. راكم عارفين السفوف ماشي ساهل، فيه تماره في التنقيه، فيه تماره في الغسيل، فيه تماره في كل شيء، ولكن حلاوته في هاد الرويحه اللي كتكون في الدار. ما نقولش ليكم كتكون واحد الريحه ما شاء الله، وديك كديري الاجواء ديال رمضان والوليدات. الله يفرحني ويفرحكم، والله يجعلنا دائما نفرحوا وليداتنا. بناتي مساكن كيدوروا بيا فرحانين بسلو، واخا هو ماشي شي حاجه عند البعض، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم هنا الكبيدات راني دقت لقيتو خاصني نزيد ليه شويه ديال هكايا ديال الحلاوه. هنا البنات هاد الكميه اللي درت درت رابعه، ودرت زدت هاد الشويه هذا ما وصلش نص كاس ديال العنبه. المهم راه جا ما حلوش الكبيدات، ما جاش حلو. اللي بغات الحلاوه دير انت كتعلكي وانت كتضيفي الحلاوه وكتشوفي. حتى الزيت البنات نتوما كتعلكوا ونتوما كتضيفوا باش ما تقولبوش. صافي الكبيدات كنحاول انني هنا كنبونيه كيف ما شفتوا، راه كنبوني ونعاود ونبونيه ونعاود باش كيتعلق مزيان وكيطلق داك الزيت ديالو. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يديروا هاد الطريقه، ممكن ديو المقادير كاملين طحنوهم هكا عند اللي كنشريو منه هكايا هادشي هذا، وما تضيفوا لا زيت لا حتى شي حاجه، غير هادوك النوافع وداكشي كيطلقوهم الزيت ديالهم. المهم ما نقولش لكم الكبيدات الاجواء في الدار والروايح في الدار ديال سلو راه عاطيه الكبيدات. اي والله حفظنا ويحفظكم. المهم انا كنوريكم الكبيدات، كتحاولوا انكم كتشوفوه واش كيتجمع. صافي ملي كيبان لكم هو هذاك صافي ها نتوما الكبيدات شفتوا راه ما ميدم ما حتى شي حاجه، جا ناشف. ولكن انت شوفي الزوج ديالك شنو كيبغي، الا كان الزوج ديالك تيبغيه ميدم ديريه ميدم. وكنكون اختي وصلت معاك حتى لهنا، ما تنسينيش اختي من واحد اللايك واشتركي في القناه طلبا وليس امرا. ما تنسيش اختي تبارطاجي قناتي مع اهلك وحبابك. ما تنسينيش اختي من واحد التعليق. وكيف ما قلت لك انت كتختاري القوام اللي بغيتيه ميدم بغيتيه ناشف. يلا الكبيدات خليت لكم راحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.